السلام عليكم يا اهلا بسكان اليوتيوب الاصليين الحقيقيين الاو جيز. دام رابع يوم على التوالي. لو انت مش عارف انا احمد سعيد، عندي قناه اسمها بيرجو فيها 800,000 ولا حاجه. قررت ان انا اجيب المليون بقناه فيها 0 سبسكرايب، وعشان تبقى من المليون الذهبي اعمل سبسكرايب دلوقتي واعمل لايك وهتبقى شريك في الرحله دي. على الاقل هتبقى حققت انجاز في حياتك، بما انك مش بتذاكر ولا بتروح شغلك في ميعاده ولا اعمل حاجه بقى. مبسوط بكومنتاتكم، بعشقها، بدوب في غرامها. لو حد فاكر حكاية نرجس، الراجل ده عاش نفس قصتها. الراجل اللي هو على الشمال لابس اسود ده اتخطف وهو صغير، هو عنده 9 سنين، رجع لهم بعد 49 سنة. اول ما رجع فرحوا بيه جدا وراحوا ايه، طلعوا بيه لايف. يلا بقى طلع ابوه ليبي ومامته مصريه، امه بقى بلاش مامته عنده 40 سنه يعني. فسبحان الله والله دي حاجه فرحتني من ضمن ترندات السوشيال ميديا. دي الترندات اللي تفتح النفس. يا جماعه العريس، ايوه الف مبروك يا ريس. هو ايه اللي بيحصل؟ الف مبروك يا عريسنا. ايوه العريس. هم بيجاملوه بايه؟ بالعقل؟ روح يا جماعه العريس. امال لو مش بالعقل كانوا هيعملوا ايه؟ هيخشوا عليه هو بقى. في صوره افتكرتها، انا عن نفسي بستخدمه والرجاله بتستخدمه. ده اكيد مزيل عرق. شميت ريحه فيديو محتاج مزيل عرق. انا عن نفسي بيطرلي جدا. بايه يا معلم؟ بيعمل ايه يا روح؟ بيطرلي جدا. بايه؟ بيطرلي جدا. هل الرجاله بتستخدم حاجه بتطر لها؟ جاوب بصراحه يا رجوله، عمرك طرت لها قبل كده؟ انا عن نفسي بينعم لي جدا. الكريم. الايه عناية؟ الكريم يعني البلسم. بيجي ياسمين لما بتدلع لان هي بنت، بحس ان في حاجه غلط، اللي هو عايز اقول لها ما تسترجع، مش عارف اعمل ايه. تخيل بجد دخلت على مراتك لقيتها قاعده مع البيج ياسمين وانت مش عارف البيج ياسمين، انت بتخونيني. خلاص يبقى انا اخونك مع البيج رامي بقى. ايه يا عروس؟ ايه ده بالظبط؟ ايه يا عروس؟ انا عارفهم ايه ده؟ احنا في اوضه النوم. اوكي هجيب لك طامه ولا اعمل ايه؟ هو اللي عامل انت فضحت. عسل. الدنيا ربيع والجو بديع، قفل لي بقى على كل المواضيع. يلا. ايه ده؟ في واد عينه اتطرفت. اداله بيضه في دماغه. مدينة حمراء أسوارها خضراء، سكانها سود، فراولة، بطيخ، كيوي. فراولة. اديها. لا يا خالو نفخة بقها، والله لا اديها قلم تاني. ما تنفخيش بقك تاني. يا خالو الدرس وجاني. حشرة على أجنحتها بقع بتخوف بيها كل الحشرات، الدبانة، الفراشة، الدعسوقة. الدعسوقة. يا لهوي على الثقة. ينفع المنظر ده يا خالو؟ معلش مش بس كده، انت هتاخدي بالقلم. اديها. ايه ده؟ شايلد ابيوز. ده الخال مش والد، ده الخال واقد. ده ظلم يا خالو والله. معلش كل مرحلة بتبقى أصعب. تصعب عندي انا يعني. بنت صغيره قوي على البرطمه دي. عنده أسنان كتيرة ولكن ما بيعضش. الفرشة، المشط، الليفة. مش طبعا. برافو طبعا، امسكي. مربيهم على الحقد من صغرهم. كل ما ذبحناه بكينا عليه. الفجل، التوم، البصل. البصل. اخيرا يا ساجده بقى. الحمد لله يا رب. اسرع طائر في العالم، الصقر، النسر، الشاهين. الصقر طبعا اكيد مش الشهير، يعني الشهير ده بتاع بنا. الشاهين ده بتاع بنا. تعصروا في بق بعض وتدوا بعض بالقلم وفي عيون بعض والنبي، وتدوا بقى وحد يرمي التاني من البلكونه والنبي. يا لهوي. انا بس عندي سؤال، فين ام البنات دي؟ طبعا يا جماعه ده كان شكل شعر احمد قبل ما يعمل العمليه، بس هو قرر انه ياخد الخطوه ويتغير ولازم يصلح من شكله. ده شكله بعد انا اعيش بقرعتي اهون لي من ان انا ابقى كده في يوم من الايام. دي مش علقه طالع من دور 50 جوه اسانسير والحمد لله لحقوك. صاحبك بعد اول تمرينه كاراتيه. لسه ازاي اصور معاك دقيقه واحده بس؟ صوره ايه؟ هصور معاك فيديو سريع اسالك سؤال واحد بس. وقاعد بقول الكوكب قبل اختراع الرفض. يعني انا قاصد ان انا جيت اسكندريه مثلا هنا بتاع 1000 مره قبل كده، اول مره اشوف اسكندريه بالجمال ده. عشان انا معاك يا حبيبي. لا المحافظ عمل شغل حلو قوي. شفت كوبري بيراوغ احسن من يمين يمال. حاجه تعدي دي هتضيعني، ما تجيش تكمل المسيره. ربنا جنب ابو حنين بيقول بالصبح المرشدين اللي شلتهم وباعوني في الاخر عدوني في
قلب ابيض بحب صاحبي الشهامة تبقى فيونا يابا شمس الناس الدبابة. ازاي القطعة الفنية لحمو الطيخة دي ما اتعملتش اوركسترا؟ ازاي؟ ايه ده اللي عملها؟ كان عامل كوبايه خربوش شاي فاجر وراح كاتب الكلام ده، قام جه حمو الطيخة واخد خابور فاجر راح مغني الكلام ده. ابراهيم ما تفتكرش انك بتاخد مخدرات، ده المخدرات اللي بتاخدك. نفسي اقول ده الحق، ابعتها لصاحبك. ابعت لصاحبك، قص الحته دي من الفيديو وابعتها لصاحبك، اكيد عندك واحد المخدرات بتاخده. شقتي لوكس شقتي مش لوكس شقتي سوبر لوكس اجلك بالنص مش عندي بالنص هديلك بالبوكس. الاغنيه المفضله لاي سمسار. ما صدقت لقيت واحده محترمه قلت اروح اخطبها قبل ما حد ياخدها مني، وكلمت خالي عشان يجي يوجب معانا. خالك في نص قهوه بيحاول يخرج قطعه المانجا. انا قبل كده جبت سكينه ورحت فاتح. انا دافع فلوس. طب اصدق اللي انا سامعه ولا اللي انا شايفه ولا انا بحلم؟ يعني ايه ميكروباص مشغل بيلي ايليش؟ اصلا على جنب يا ديفا. لو سمحتوا اي حد سايب اي نور في اي اوضه ومش قاعد فيها بعد اذنك قوم اطفيه. الله ينور عليكم. الاعلان اللي هيخلينا اولع في الشقه. مين؟ ايوه إيه لو سمحتوا ممكن حد يقوم يطفي النور اللي في الاوضه اللي ما فيهاش حد؟ اهو شكرا. العفو. الله ينور عليكم، بيتكم منور بيكم. حاضر امرني. ايوه هو انا كل شويه حد يجي يخبط عليا ولا ايه؟ كل شويه افتح النور بقى اشوف مين، ما انا عايز اقفله. لو سمحت. نعم. لو اي حد سايب نور مفتوح في اوضه مش بيستخدمها يا ريت يطفيه. انا يا حاضر. الله ينور عليكم. منوره بقى ولا ايه؟ بيتكم منور بيكم. الله يبارك لك. ده بتاع الغلابه ده، ربنا يبارك له. مين؟ هو انا كل شويه مش عارف ارتاح. نعم ممكن لو سمحتوا. مين حضرتك؟ تاني اعرفه ابن خالد النبوي. انت مين؟ اي حد سايب نور منور في اوضه هو مش قاعد فيها يقوم يطفي. عينيا. انت مين برضه يا قمر؟ الله ينور عليكم. منوره باهلها ولا ايه؟ بيتكم منور بيكم. ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحتوا ما تخبط عليا يا عم سيد. عم سيد رجب اشمعنى انت يعني اللي ما خبطتش؟ اي حد سايب نور منور في اوضه هو مش قاعد فيها يا ريت يطفيه. عينيا. يا استاذه ريهام انا يعني ما انا لسه فاتح لاستاذ يا جماعه. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ عايز انام. لو سمحتوا ايوه ممكن اللي سايب نور اوضه ومش قاعد فيها حاضر يقوم يطفي. عينيا الاتنين. ايه بقى؟ الله ينور عليكم، بيتكم منور بيكم. عشان لما نضل. مين حضرتك؟ انت مين انت بتخبطي عليا ليه؟ اخلص فيديو وهرجع اطفي النور. حاضر هطفي الرينج لايت طبعا، اكيد مش هنام كده. نيجي للزوزات. الناس دي جالها كومنتس على اخر فيديو انا عرضته في الفيديو اللي فات. يا ساتر ايه الغل والقرف ده يا جدعان بجد. واحد بيقول له انت يعني عشان بنته ربنا يشفيها اتولدت بمشكله يعني، فبقول له عشان فلوسكم حرام انت واخوك، فلوسكم جايبينها من انا بص نفسي طلع من الهلس وقله القيمه والمجاهره بالذنب. مستغربين. يا نهار اسود. انا قلت مثلا بيرقصوا، قلت حد طلع بازازه خمره مثلا. ذنب كلمه كبيره قوي بصراحه، يعني كلمه صعبه جدا. ثانيا انتوا بتقولوا فلوسنا جايبينها من الهلس وقله القيمه. قله قيمه ايه؟ مش فاهم. هل انت عارفه يا ريم انا بشتغل ايه او مصدر دخل ايه؟ انت اتهمت 2 عارفه مصدر دخلهم منين؟ يا جدعان الناس دي محترمه قوي. الاتنين دول محترمين بشكل مش طبيعي ان هم يطلعوا يردوا على حد كاتب لهم كومنت بالطريقه دي وبيتكلموا بان هو انسان. يعني الراجل ولا اللي اسمها ريم ولا ايا كان اللي بعت لهم الكومنت ده ما تعاملش معاهم بانسانيتهم، ما حسش بيهم وراح كاتب لهم كلام يوجع زي ده، وبرضه هم بيكلموه كانسان. الناس دي محترمه بشكل غريب للاسف. هم اللي الدنيا بتيجي عليهم. نصيحه الحلقه النهارده، معظم اليوتيوبرز عندك في بلدك بيقروا الكومنتات. انا منهم، انا من الناس اللي بمسك الكومنتات كلها بفليها. بواجه اكيد كومنتين 3 كده بيبقى فيه مرض طالع بيضربك كده في اللي هو معقوله في انسان يعني كده ايه اللي شافه من الدنيا عشان يقول لك اقذر حاجه
نابعه من نفس سيئه قوي كده. ايه ده؟ ازاي ما راعيتش ان انا ممكن اتاذي مثلا نفسيا لما اقرا الكلام ده؟ هزر وبص واعتذر لو حد اتضايق من هزارك. لو حد طلع قال لي الفيديو ده مش بشيل، ما بتكلم، انا هتكلم في انت اتضايقت خلاص. خليك محترم وخليك بتحب الناس ودايما حافظ على قيمتك كده كإنسان، ما تبقاش همجي كده. اشوفكم الفيديو الجاي، مش هتأخر عليكم.